ازيك يا صاحبي؟ عامل ايه؟ خلصت تشطيب الشقة خلاص وبدأت تدور على القاعة وتحجز البدلة؟ تعال اقول لك حاجة. قبل ما تحجز القاعة وتحجز البدلة وتشوف شهر العسل، عايزك تسأل نفسك سؤال واحد بس: هل انت جاهز للجواز دلوقتي؟ مش قصدي من ناحية الفلوس ولا الشقة ولا الماديات، أنا قصدي عليك انت كإنسان. هل انت جاهز جسديا ونفسيا للجواز؟ لأن الجواز مش مقتصر على يوم الفرح واللمة والانبساط، الجواز زي ما فيه الحلو واللي هو الأغلب إن شاء الله، فالجواز حياة جديدة عبارة عن مسؤوليات، واحتمال المسؤوليات دي تبقى ضغط عليك وتعب. فهل انت جاهز للجواز؟ النهارده خلينا نتكلم عن التجهيز الحقيقي قبل الجواز اللي محدش بيقولك عليه. خليني أبدأ بالبديهي ونتكلم عن جسمك. الجواز محتاج طاقة ومحتاج قوة ومحتاج صحة ومحتاج نفس طويل. لو جسمك مرهق وضعيف وخمول ومهمل نفسك، الحاجات دي هتبان معاك أكتر بعد الجواز وهتحس بفرقها جامد. فمستني إيه؟ ابدأ من دلوقتي. ابدأ نظم وقتك ونظم نومك ونظم يومك كله ونظم أكلك وشربك وزود شربك للمية وابدأ العب رياضة وتحرك وحسن من صحتك أكتر، علشان الحياة الجديدة اللي انت داخل عليها محتاجة جسد قوي يقدر يتحمل كل الحاجات اللي هيقابلها. من البودز، الشيشة، السجاير، أي حاجة بتعود على صحتك بالضرر ابعد عنها. ابعد عن العادات السيئة، ابعد عن السهر الزايد، لأن كده كده حتى بعد الجواز مش هتعرف تسهر كتير. ولو وزنك زايد حاول تنزل وزنك، ده هيفرق جدا معاك شكليا، ومش بس شكليا، هيفرق معاك كمان نفسيا، هيفرق معاك في صحتك وفي طاقتك. وعلشان كده كده هتتخن بعد الجواز. محتاجين نتفق انت مش داخل سباق، خلينا نعتبره اكتر ان هو ماراثون، والماراثون محتاج نفس اطول وصحة احسن عشان تقدر تكمله. فزي ما الماراثون محتاج جسم كويس وصحة كويسة، الحياة كمان محتاجة جسم كويس وصحة كويسة عشان تقدر تشيل نفسك فيه. نروح بقى للجزء الأصعب. معظم الناس بتجهز الشقة على أكمل وجه وبتجهز أوضة النوم، بتبقى فابريكا، بس ما بتجهزش نفسها ان في حد هيعيش معاها، ما بتجهزش نفسها ان اخر اليوم في حد هينام جنبه على السرير. فاحنا محتاجين نتكلم شويه عن التجهيز النفسي. لو داخل الجواز وفاكر انك هتعيش في فيلم رومانسي وفيلم فانتازيا، فحب اقول لك ان النهايه مش هتعجبك. ليه؟ لان الفيلم عباره عن ساعتين وبيخلص، انما الجواز ده حياه طويله ممتده معاك لنهايه العمر. الجواز محتاج وعي ومحتاج صبر ومحتاج تسمع اكتر ما تتكلم ومحتاج تفهم قبل ما ترد. وبيني وبينك كده كده احنا الرجاله بنسمع اكتر ما بنتكلم. الاختلاف طبيعي والمشاكل جزء من الرحله، بس الفكره انك ازاي هتتعامل مع المشاكل دي، ازاي هتحلها، والمهم انك ما تسيبش الزعل والمشاكل تاخد اطول من وقتها. الجواز ده عباره عن شراكه، يعني مثلا ما تدخلش نقاش وانت ناوي تكسبه، لان كده كده مراتك اللي هتكسب. زي ما قلنا الجواز ده شراكه مش حرب. خليك هادي وخليك متفهم وخليك دايما فاهم ان النضج مش بيجي في اول يوم جواز، ده بيجي مع التجارب والحياه اليوميه. النضج بيتبني مع الوقت. يعني يا سيدي قبل ما تجهز شنطة الفرح وقبل ما تجهز أي حاجة تخص الجواز وقبل ما تحجز القاعة وتحجز البدلة والكلام ده كله، لازم تسأل نفسك أنت جاهز للجواز ولا لأ. لو مش جاهز للجواز تبدأ تجهز نفسك نفسيا وجسديا. لو عرفت تجهز نفسك جسديا ونفسيا كويس، الدنيا هتمشي بسلاسة بعد كده معاك. بس كده كده أكون خلصت فيديو النهاردة. شير بقى الفيديو لأي حد تعرفه بيتجوز جديد، وقول لي في الكومنتات لو حابب نتكلم عن موضوع منهم بالتفصيل في الفيديو الجاي. وما تنساش اللايك والمتابعة عشان تشوف الفيديوهات الجديدة اللي بتنزل. سلام.